فوز النادي الأهلي على الهلال السوداني. ده فوز طبيعي. فوزنا على الهلال السوداني ده فوز طبيعي جدا. أنا سيد، يعني سيد أفريقيا، زعيم أفريقيا. لكن أنت بقى إيه؟ أنت كهلال سوداني إيه في الكرة الأفريقية؟ أنت نادي بتطلع من دور المجموعات طبيعي. آخر مرة عملت فيها أداء حلو وخدت مكان مش مكانك كانت في 2013 بس. فمنين جات لك الجرأة إنك تحط راسك براس النادي الأهلي؟ اللي يعمل الحركة دي راجل يكون بياخد بطولات أفريقية، عنده بطولات أفريقية. يعني مثلا احنا عندنا مثلا 10، فانت عندك 5. يعني زي الزمالك كده بيعمل راسه براسي بس بديله برضه على قفاه. لكن انت بقى عندكش الكلام ده. انت حتى الكونفدرالية مفيش. فانت منين الجرأة دي جات لك؟ منين العنجهية اللي عند مسؤولينك دي؟ جت منين؟ جت منين حتة؟ درس واكيد اتعلمتوه، لان الثلاثية بتاعت امبارح كان قفا شديد قوي، كان قفا شديد قوي. كويس ان انتوا يعني فوقتوا. انا عارف ان فيكوا شويه كانوا عشمانين بزياده ان هم يكسبونا على ارضنا، وانا مش عارف برضه هم جات لهم منين الحكايه دي، بس ما علينا. عيل وغلط او جمهور وغلط وعرف خطأه. يعني نتمنى ان المسؤولين بقى في الهلال السوداني ان يعرفوا خطأهم ويركنوا على جنب، لان خلاص يعني انت عايز ايه تاني؟ اكسبك كام؟ يعني ما يطلع مسؤول في الهلال السوداني يقول لك احنا نتمنى ان السنه الجايه نقع في مع الاهلي في مجموعه واحده عشان نرد الهزيمه. يا عم ترد ايه؟ ما انا لبيتك اهو. ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ مطلعك الماتش الفيصل اللي كان بيني وبينك اديتك على عينيك فيه. نتمنى ان انتوا تكونوا اتعلمتوا الدرس.